حادث التهام النمر الأبيض لذراع العامل بالسيرك في طنطا يعني كان له أثر سيء جدا، وطرح عدة تساؤلات عن تأمين هذا السيرك. وفي حوار كان لأحد أو لمدرب النمور والأسود في السيرك، أشرف الحلو، قال إن ده كان ممكن يحصل أثناء سحب ذراع العامل من الحديد بتاع السيرك، إن هو كان من الممكن إن تفلت الأسود وتخرج على الجماهير. وقالوا إن ده كان هتبقى مشكلة كبيرة جدا. وكمان قال إن الناس اللي بتقول إحنا كان لازم نموت النمر، إن هم ما معهمش سلاح أصلا. طب السؤال برضو بيقول إزاي يتعمل سيرك زي كده في وسط الناس بدون أي تأمين؟ يعني والنمر الأبيض ده معروف إن هو خطير جدا، وكان في خبر قديم أنا قريته إن النمر ده التهم رقبة أحد اليابانيين في السيرك الياباني. التأمين هو مهم قبل أي استعراض وقبل أي شيء.